ده مش صوت فيراري. وعشان اسهلها لك، مش سوبر كار اوروبيه اصلا، دي اسطوره من اساطير اليابان، وهي لكزس LFA. كل حاجه تقريبا بدات سنه 2000 لما شركه لكزس بامر مباشر من تويوتا قررت تطلع من الكومفورت زون بتاعتها وتبني اول سوبر كار في تاريخها، وهي اللكزس LFA. وليه الفرهده؟ ما كنا مريحين. اسمع بس، هما كانوا عاوزين يثبتوا للعالم ان اليابان تقدر تعمل اساطير. ومن بعد 10 سنين تطوير تقريبا وثلاث نسخ تجريبيه، ظهرت LFA لاول مره في معرض طوكيو سنه 2009. دخلت خط الانتاج تقريبا ديسمبر 2010 عشان يخلص تصنيعها ديسمبر 2012. اتعمل منها 500 نسخه بس وكلهم اتباعوا. لكزس فعلا كانت عامله العربيه دي بتفاصيل قويه جدا، جسم كامل من الكربون فايبر، محرك V10 من شركه ياماها، سعته 4.8، بيطلع 552 حصان على عزم دوران 480 نيوتن. كل ده واصل على جير 6 سرعات من ASG، بيطلع الوحش ده من 0 ل 100 في 3.7 ثانيه. من ضمن الحاجات اللي بتدل على قوه وعبقريه مهندسين LFA، الRPM بتاع العربيه كان بيسحب بشكل مرعب. عشان مهندسين لكزس يتفادوا المشكله دي، قرروا ان هم يعملوا العداد بتاعها ديجيتال عشان الرقم اللي بيطلع يقدر يحطه على الRPM مظبوط. سعر LFA لما نزلت تقريبا كان 375 ألف دولار. في وقتنا الحالي لو لقيتها LFA ممكن توصل لمليون دولار عشان نادرة جدا. فيعني لو ربنا كرمك وعرفت تركب واحدة، يبقى واحدة من 500. أو في 12 قطعة لكزس LFA موجودين عند وكلاء لكزس حوالين العالم. الوكلاء دول بيقولوا إن العربيات دي محطوطة عندهم بغرض الشو. دي معلومة كده على السريع. بالمختصر، LFA مش مجرد عربية بأداء عالمي، هي رسالة واضحة وصريحة من اليابان كل دول أوروبا: أنا أقدر ألعب لعبتكم وأكسب. لو عجبتك قصة LFA، استنى الفيديو اللي جاي من سلسله اساطير اليابان وقول لي تحب تتابع عن ايه. انا عمر، سلام.